عزيزي المشاهد، بدأت أحس إن كل ما هو بيشتغل في قناة نادي الزمالك وهو بيقدم في السي في كده بيكتب لهم فيه إن هو يصلح لأكل البرسيم أو يتغذى على البرسيم، فاهم؟ لازم يبقى كده، لازم يبقى كده عشان يشتغل في قناة نادي الزمالك. يجي واحد اسمه عبد الشافي صادق في قناة نادي الزمالك كده طالع كده يديها على الله حكايته، يقول لك ايه؟ اصل ضربه الجزاء اللي اتحسبت للنادي الاهلي في مباراه فاركو، ضربه الجزاء انت كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ ده ضربه الجزاء ما اتحسبتش، ده يعني الاهلي ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ قال لك لا ضربه الجزاء اتحسبت ليه الاهلي وجاب منها الجون. انت في ايه؟ في ايه؟ انت الاستافه دي نوعها ايه؟ اسمها ايه؟ لازم نعرف الراجل اللي انتوا بتجيبوا منه، ما هو لازم نتبسط كلنا. المهم يعني مش ده الموضوع الوحيد اللي هنتكلم عنه، هنتكلم عن خناقه شيكابالا وامام قصدي عاشور. خناقه شيكابالا وامام عاشور. امام عاشور هيتعرض للظلم في نادي الزمالك كلنا عارفين، وطبعا عارفين ان الماتش الجاي شيكابالا وامام عاشور هيروحوا يحضنوا بعض عشان يثبتوا للناس ان مفيش خناقات. بس لا، في خناقات، وضربتوا بعض في اوضه اللبس وشتمتوا بعض وشيكابالا قل ادبه على امام عاشور. كلنا عارفين اللي حصل، فكوك ما تحوروش. المهم يعني هنتكلم عن الظلم والفجر التحكيمي اللي تعرض ليه النادي الاهلي في مباراة فاركو اللي فاتت، اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بإرادة ربنا، علشان حرام حرفيا كمية الظلم اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي ده. ولكن عزيزي المشاهد، خلينا بقى في بداية فيديوهنا كده، في حاجة اسمها فيديوهنا برضه. يا جرحي الكلام ده جرحي. المهم يعني خلينا اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو لاكتر من 5000 6000 7000 لايك. انت وذوقك، انت وكرمك يا بيه. المهم خلينا بقى نتكلم في تفاصيلنا والبهاريز اللي حابين نتكلم عنها في فيديو النهارده. المهم يا فندم، معلش هتلاقي الكاميرا من شويه كانت مايله كانت عامله كده، لان يعني عدلتها الحمد لله. ومش هصور الحته الاولى دي تاني، هي بتطلع من القلب للقلب كده، وانت مش غريب يعني، انت مش غريب برضه. المهم عزيزي المشاهد، خلينا بقى نبدا كلامنا في حاجه مهمه جدا اخوك الجرحي كان حابب يتكلم عنها. بص يا سيدي، الفجر التحكيمي اللي بيتعرض للنادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت حرفيا كارثي. لو المسؤولين عن الكرة في مصر حابين ان هم يهدوا لينا او لنادي الزمالك الدوري للمرة الثالثة على التوالي، انا ما عنديش اي مشكلة. اطلعوا في العلن قولوا يا جماعة احنا هندي الدوري بالكسكسي للزمالك زي ما اديناهوله السنتين اللي فاتوا، وكده يبقى الزمالك معاه 3 كسكسي وواحد حمصي. تمام. فعزيزي المشاهد، اتمنى لو المخطط ده بيتم التسيير اليه تقولوا لنا يا جماعه ايوه احنا عايزين نهدي درع الدولي لنادي الزمالك كده عشان هو صعبان علينا. فالناس هتتقبل ويقولوا والله خلاص نعطف على الفقراء والمساكين وذوي اللي مش عارف ايه وبتاع. تمام، فاهمني؟ انما شغل خبيني مش هينفع. شغل خبيني ما بقاش ياكل مع الجمهور. شغل اللي من تحت الترابيزه ما بقاش يمشي ولا ياكل مع الجمهور برضه. فصدقني لو في حاجه في نيتك اطلع قولها. ليه بقى انا بقول لحضرتك كده؟ ليه؟ عشان كل التوجهات الفتره اللي فاتت راحه في حته يا راجل يا مؤمن. مارسيل كولر لعب 10 ماتشات كسبهم كلهم وتعادل ماتش، ولعب اللي بعديه كسبه. الناس طلعت هاجموا عشان اتعادل ماتش من ساعه ما جه اتعادلوا، مش خسروا، اتعادلوا. بس الناس بتهاجمه وتتريق عليه. المهم يعني بعيدا عن هجوم الاعلام على كولر وبعيدا عن كل ده، فحرفيا لو في توجهات ان انتوا عايزين تدوا الدوري للزمالك، ولكن جايبينها بقى من حته التحكيم، والاهلي يبقى ليه ضربه جزاء ما تتحسبش، ويبقى ليه جون صحيح من وجهه نظري ما تتحسبش. نيجي بقى للحته دي، الجون بتاع النادي الاهلي في فاركو اللي اتلغى بداعي الاوفسايد. خليني اقول لحضرتك ان انا لما جيت بصيت على كعب رجل الكعب بتاع رجل اللاعب بتاع فاركو كانت مغطيه لاعب النادي الاهلي، فاعتقد ان ما دام كعب رجله مغطي يبقى يعني تتحسبش اوفسايد. ما هو كعب رجله ده جزء من جسمه يقدر يجيب بيه جوان عادي، فما دام كعب رجله ده مغطي اعتقد ان هي تمام. فمن وجهه نظر التي لا اي قيمه لها انها مش اوفسايد، فالجون جون. المهم دي وجهه نظر.
انا ما بفرضش رايي على حد، ما بقولش لحضرتك اقتنع بالكلام اللي انا بقوله، ما بقولش لحضرتك خد الكلام اللي انا بقوله ده وقول وراه امين. المهم يا سيدي، عايز اقول لحضرتك قبل يعني ما ننهي الحته بتاعه التحكيم والاهلي، الاهلي بيتعرض لظلم تحكيمي بين 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 خلال الايام اللي فاتت. ولكن ركز معايا في اللي جاي علشان تفاصيل حلقتنا مليئه بالاخبار وبالاحداث. طيب، خناقه شيكابالا وامام عاشور. بص انا اسف، انا ببص هنا عشان بص ما اغلطش في اي كلمه، عشان كل حاجه بقولها لك تكون صحيحه بنسبه 100%. بص يا سيدي، خناقه شيكابالا وامام عاشور جاءت بناء على ضربه الجزاء اللي اتحسبت لنادي الزمالك مؤخرا، وكان امام عاشور حابب ان هو يشوطها، ولكن زيزو قال له لا وارجع يا ابني ومش هتشوطها، وقام جاي امام عاشور راجع لحد نص الملعب وما احتفلش معاهم ولا كان موجود في الصوره نهائي. واللي حصل ان شيكابالا زعق له، ولما دخلوا غرفه اللبس حصل زعيق جامد جدا بين شيكابالا وبين امام عاشور، حصل مشاده كلاميه بين شيكابالا وبين امام عاشور. ومش هقول لحضرتك ان حصل ما بينهم ضرب وزعيق وبتاع، لان الكلام ده اتقال على السوشيال ميديا، ولكن انا مش متاكد منه. ولكن اللي متاكد منه انه حصل شتيمه شتيمه شتيمه، يعني من اللي قلبك يحبها، من اللي بيقفوا على النواصي يشتموها دي. المهم يا سيدي، نيجي هنا بقى لحاجه تانية حصلت في نفس المباراه، وهو ان زيزو رفض يستلم جايزه رجل المباراه. طيب ليه بقى؟ دي لازم كحه قبلها فعلا. قال لك زيزو يرفض استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الحرس المقدمة من رابطة الأندية بسبب اعتراضه على نظام تصويت الجماهير في رابطة الأندية وخسارة لاعبي الزمالك لجميع الاستفتاءات. ما هو في أي دولة وفي أي دوري وفي أي داهية لاعب الجولة ده بيبقى بتصويت الجمهور، بناء على تصويت الجمهور. يعني أنت المفروض ما تزعلش من رابطة الأندية، أنت ازعل من جمهور الزمالك اللي ما بيصوتلكش، او هو بيصوت لك. ما هم جمهور الزمالك 3% من الشعب المصري، فانت حتى تلاقي الاستفتاءات كلها حضرتك بتخسرها ايه؟ 97% اكرم توفيق وانت 3% كده مثلا، برونو سافيو 97 وانت 3%. فهو ال 3% دول يا ابني هم جمهور الزمالك، هيجيبوا لك جمهور منين يا ابني؟ هو جمهور الزمالك بيصوت لك بتاخد 3%، دي حلال عليك بقى، كرمشهم في جيبك وامشي. هتعمل لنا نوش وقلل؟ لا اوعى، انا بفهمك اهو، محب تفتشني. المهم نيجي للحاجه اللي انا حابب اختم بيها الفيديو، مسك الختام. مسك الختام حرفيا، مفيش اجمل من كده يا اولاد. حاجه كده من ريحه قناه نادي الزمالك، من ريحتها بجد، حتى باين عليها انها معفنه يعني. المهم يعني يا بيه، يجي الاستاذ عبد الشافي صادق ويقول لك ايه؟ الخبر نازل اهو بالظبط. صحفي بقناه الزمالك يطالب بتحويل حكم لقاء الاهلي وفرقه للتحقيق بسبب احتساب وركله جزاء في الوقت بدل الضايع تعادل منها الفريق الاحمر. على النعمه ما الفريق هو الاحمر، ده هي اللي حمراء، قسما هي اللي حمراء والله العظيم. المهم يعني قال لك ضربه جزاء تعادل منها الفريق الاحمر. لا انا احمر منك ما شفتش والله العظيم، يعني خد من قلبي، انا ما شفتش احمر من كده، دي اكبر حاجه في الحمير. المهم يعني قال لك ضربه جزاء، هو في ضربه جزاء اتحسبت يا ولاد في الماتش انا ما شفتهاش؟ هو يا ولاد الماتش ده اتحسب فيه ضربه جزاء انا ما شفتهاش؟ ولا قصده على ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش؟ اصل الجون الفوز ده جه من ركنيه يا ولاد، جه من ركنيه يا ولاد، ما جاش من ضربه جزاء يا ولاد، عشان ما فيش ضربه جزاء اتحسبت اصلا يا ولاد. فيعني ما فيش ضربه جزاء اتحسبت عشان يجي منها جون. وده طلع يقول لك المفروض حكم مباراه فاركو الاهلي يتوقف لاحتسابه ضربه جزاء في الوقت. والله العظيم انت اللي تتوقف عن الدنيا، قسما بالله انت المفروض تتوقف وتتنفى لجزيره مالطا، والله العظيم. قال لك يتوقف، يا نهار اسوخ، الهي يتوقف نموك يا بعيد. المهم يعني لا، المهم ايه ونيله ايه؟ المهم ايه فين ضربه الجزاء؟ فين ضربه الجزاء اللي انت عايز توقف الحكم بسببها؟ انت بتسلمنا تسليم اهالي. هو عشان ليه الاهلي ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش طالع تاكدها يعني؟ لا حول ولا قوه. يا رب عيني على الاشكال اللي بشوفها دي. عزيزي المشاهد، عشان ما اطولش على حضرتك قول طول، والله العظيم بقينا في حاله يعني لا تسر عدو ولا حبيب. بقينا تحس ان ندابه واقفه قدامك، مش يوتيوبر بيتكلم في الكوره، لا ندابه واقفه. بس فعلا احنا بقينا في حاله لا تسر عدو ولا حبيب يا ابني. احنا حالنا بقى يصعب على الكافر.
احنا يا ابني الاذان بيدن يا ابني، انا راح يا ابني هقفل، ما ينفعش اروح اصلي انا بقى. يلا عزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تظرف لايك، تكتب كومنت تقول رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي، كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.